اكتر سؤال هيدور في دماغ اي حد عايز يهاجر لالمانيا هو: انا ليا شغل هناك في مستقبل بعد حتى لما اجي وادور على شغل هلاقي شغل، ولا حتى لما اجي وادرس دراسه معينه في مجال معين هلاقي شغل؟ النهارده انا جاي اجاوبك على السؤال ده بالذات بطريقه واضحه وصريحه، لان الحكومه الالمانيه اعلنت عن المهن اللي هي فعلا محتاجاها في 2026. يعني انت لو تخصصك موجود في القائمه اللي انا قلنا النهارده، فرصتك للهجره وانك انت تاخد فيزا وتيجي المانيا بانواع الفيز اللي احنا عارفينها في القناه هتبقى سهله وهتبقى بسيطه وفي فرصه حلوه. عشان كده ركز معايا النهارده كويس، وهناقشك اصلا هم ليه في نقص كبير في الوظائف دي وازاي تقدر تستغل الفرصه دي جامد جدا عشان تقدر تيجي المانيا. ركز معايا وكمل معايا الفيديو للاخر، يلا بينا. اللغة الألمانية في ناس بتقول عنها صعبة وناس بتقول إنها سهلة. لو عايز تبدأ ألماني من الصفر بس تسمع دايما إنها صعبة أو بدأت فعلا وكان عندك مشكلة في اللغة، أنا جبت لك الحل. أكاديمية أوف جيتس من أفضل الأكاديميات لتعليم اللغة الألمانية الفترة دي، وبتشتغل بطريقة learning by doing، يعني مش حفظ وخلاص، لا دي بتعيش تجربة ألمانيا كاملة عشان اللي بتدرسه في السيشن تقدر تستخدمه في الحقيقة. لو أوفلاين هم في اسكندرية سيدي جابر، وكمان عندهم أونلاين. لو التكلفة قلقاك ما تشغلش بالك، في خصم مستنيك لو جيت عن طريق الفيديو دوت. خش على وصف الفيديو، سيب بياناتك في الفورم وسيب الباقي عليهم، وما تنساش تعلم انك جاي من عندي، اوعى تنسى. قبل ما نخش على تفاصيل القائمة وإيه المهن المطلوبة في ألمانيا اللي هتبقى موجودة في 2026، تعالى نتكلم الأول هو ليه أصلا في عجز ونقص في سوق العمل في ألمانيا. الواقع إن من زمان ألمانيا دايما بتعاني من مشكلة كبيرة: عدد الناس اللي بيطلعوا المعاش أكتر بكتير من عدد الشباب والناس الصغيرين اللي هم أصلا داخلين على سوق العمل. فالناس الكبيرة في السن كتير واللي بيطلعوا على المعاش كتير، ونسبة كبار السن أصلا في ألمانيا عالية جدا. يعني بمعنى أصح كبار السن بيزيدوا الشباب بيقل، والنتيجة إن الوظائف عمالة تزيد ومفيش عمالة كافية تسد النقص دوت. الحكومة الألمانية نفسها، وأنا قلت قبل كده في كذا فيديو، إن هي بتقول إن في السنين اللي جاية هيبقى في حوالي ملايين الوظائف شاغرة ومفيش حد في ألمانيا موجود يقدر يسد النقص ده. وده بقى اللي خلى ألمانيا تفتح الباب للمهاجرين والطلبة الأجانب وتعمل قوانين جديدة زي ما شفنا السنة اللي فاتت في شهر 6 اللي تشانسن كارت بطاقة الفرصة. وكمان شفنا تسهيلات كتير في الأوزبيلدونج والتدريب المهني، بقى دلوقتي الفيز بتتقبل بأسرع وبشكل أسهل شوية في السفارات. الموضوع مش رفاهية في ألمانيا إن هم يجيبوا ناس يسدوا بيها النقص في سوق العمل، لا بقى الموضوع حياة أو موت في الاقتصاد الألماني. وعشان كده كل سنة الحكومة بتنزل بقائمة من المهن المطلوبة اللي هم محتاجين فيها ناس، عشان تقول بشكل واضح انت لو في المجال الفلاني احنا محتاجينك. في 2026 في مهن جديدة ظهرت وفي مهن اوريدي احنا عارفينها من قبل كده ما زالت مطلوبة، هنناقشها دلوقتي في الحتة الجاية. اول قسم نمسك فيه النهارده وهو مستمر من سنين فاتت كتير ان هو اصلا من الاقسام المطلوبه في المانيا هو القسم الطبي، المهن الطبيه والصحيه. لكن في 2026 بقى الموضوع اوضح واخطر الاثنين. ليه بقى ده حصل؟ زي ما قلنا في الحته اللي فاتت، المانيا فيها نسبه كبار سن عاليه، وده معناه ان المستشفيات ومراكز رعايه المسنين دايما محتاجه دكاتره وممرضين واخصائيين رعايه كبار سن، وده الاوزبيلدو اللي موجود فيها مطلوب جدا. تخيل ان الحكومه الالمانيه قالت لو مفيش عماله كافيه في القطاع دوت النظام كله هيبقى فيه ازمه كبيره جدا في الفتره اللي جايه. وده اللي خلى الحكومه تحط اولوياتها في تخصصات محدده تبع تخصصات المهن الطبيه والصحيه. اول حاجه هنبتدي بالاطباء بكل تخصصاتهم، خصوصا الباطنه والجراحه، وكمان طبيب الاسره اللي هو الهاوس ارتس او الانجماين ارتس اللي هو طبيب اخصائي عام. ممرضين وممرضات مطلوبين جدا في المانيا وليهم فرص او زبالدوم جامده جدا لو انت عايز تيجي تدرس تدريب مهني في المانيا. لو انت معاك الماني كويس في عندك اي خلفيه طبيه بيقبلوك. قسم رعايه كبار السن من اكتر الاقسام اللي فيها نقص وعجز جامد جدا، ركز عليه. لو ركزت وعملت سيرش على القسم دوت ومعاك الماني كويس في فرصه كبيره لان هم محتاجين ناس كتير. وكمان محتاجين الفتره اللي جايه اخصائيين في العلاج الطبيعي والتاهيل ما بعد العمليات، عشان كبار السن والناس اللي بتحتاج علاج طبيعي كتير، وكمان الناس اللي بتحتاج انها استشفاء ما بعد العمليه، اعاده تاهيل زي ما بيقولوا. الميزه في القسم دوت ان الطلب عليه مش هيقل، هيفضل دايما بيزيد كل سنه عن الثانيه. فانت فرصتك لو جيت السنه دي، جيت السنه الجايه، جيت السنه اللي بعديها، ما زالت في فرصه. فالناس اللي بتفكر من دلوقتي انها تتعلم الماني عشان بعدين تيجي تقدم على اوزبيلدونج او دراسه في المجالات ديت، انت ماشي في الطريق الصح، لان هو مستمر هيفضل عايزين كل سنه. بس خلي بالك ان القسم ده بالذات بيبقى محتاج لغه المانيه عاليه جدا،
يعني مستواه مثلا C1، مستوى عالي في اللغة الألمانية، عشان تقدر تتواصل مع المرضى، تفهم المشكلة وتقدر تحلها، تقدر تستوعب المريض وهو يرتاح لك. كل دوت لازم يبقى فيه communication skills، وده مش هيجي انك انت تتعلم اللغة الألمانية. هو ده طريقك الوحيد، طريق مش سهل بس مش مستحيل، تقدر عليه يا صديقي. لما نيجي نخش على القسم اللي بعديه هنخش على الهندسه والتكنولوجيا، وبعد ما شفنا الاطباء هيجي الدور على المهندسين والناس المتخصصين في التكنولوجيا المعلوماتيه الاي تي. القطاع دوت يعتبر القلب النابض للصناعه. كل شركات العربيات والميكانيكا المشهوره في المانيا كلها محتاجه دايما مهندسين وفنيين، لحد ما نشوف كمان ان في شركات بدات تطلع للذكاء الاصطناعي والسايبر سيكيورتي والطاقه المتجدده، كل دول مطلوبين. في 2026 حطت الحكومة الألمانية إن هي عايزة مهندسين في كل المجالات، ما قالش مجال معين، في كل التخصصات الممكنة. بس في طبعا هنركز على أهم التخصصات المطلوبة، ونبتدي بالمهندس الميكانيكا المتخصص في الماشين باور، وده مهندس ميكانيكا يعني أنت في ألمانيا في مكانك في ملعبك. في الهندسة الكهربائية الإلكتروتكنيك، دي برضه مطلوبة ومرتباتها حلوة جدا. في هندسة الحاسبات والمعلومات، ودي دايما مطلوبة ومن أكتر الحاجات اللي هي لو أنت بس متخصص في الأي تي وعندك اكسبيرينس جواها وقدرت انك تيجي المانيا ومعاك كمان باك جراوند دراسه في حاجه تبع الاي تي، لا انت مكانك في المانيا محفوظ، في فرصه جامده قوي. من الاقسام اللي هي طالعه بقى حلوه قوي السايبر سيكيورتي، اللي هو الامن السيبراني، ازاي حمايه الشبكات، حمايه الشركات من الهجمات السيبرانيه اللي هي الهاكرز اللي بيعملوها. كل ده مطلوب دلوقتي وهيبدا يتطور سنه عن سنه ويبقى مطلوب كمان في السنين اللي جايه. السايبر سيكيورتي، الذكاء الاصطناعي، وكمان البرمجة والاي تي عامة بشكل عام، كل الأقسام بتاعته مطلوبين في ألمانيا وهيفضلوا مطلوبين في ألمانيا. من الحاجات برضو اللي بدأت تظهر شوية جامدة حلوة برضو، كانت زمان برضو كويسة وما زالت كويسة، هي هندسة الطاقة المتجددة، سواء طاقة الرياح، طاقة الشمس، الهيدروجين الأخضر، وأي حاجة بتعتمد على طاقة متجددة بدون تدخل أي نوع من أنواع الفيول اللي هو البنزين والسولار والحاجات دي كلها. يعني طاقة بتيجي عن طريق حاجة طبيعية. النقطة الجديدة اللي موجودة كمان في القائمة دي إن مش ألمانيا محتاجة ناس عندها خبرة بس في المجالات دي، لا ألمانيا كمان محتاجة ناس عندها بس يا دوبك خلفية علمية وهي تقدر انك انت تخش ألمانيا وتاخد خبرة فيها. يعني في بعض المجالات مش لازم يكون عندك خبرة عملية كبيرة عشان تقدر تخش ألمانيا، ممكن لو عندك سنة أو سنتين خبرة أو أقل من كده. في بعض دلوقتي المهن اللي هي بيسموها أنشتايجر، اللي هي ستارتر او جونيور، يقدر ان هو يخش، بيكون الخبره لسه ما اتبنتش، بتبنيها بقى جوه المانيا. ويا سلام يا سلام لو انت كمان فكرت في انك تعمل دراسه هنا، ماجستير، بكالوريوس، عملت ماجستير تعمل ماجستير تاني، عملت ماجستير في بلدك تعمل ماجستير تاني هنا في ألمانيا، عشان الدراسة في ألمانيا بتفرق جامد في سوق العمل لما بتيجي انت تقدم على وظائف بعد كده. اللي مخلي ان في مشكلة جامدة في المجال ده في ألمانيا ان الألمان نفسهم، سواء الألمان دوت من ألماني أو ألماني خلفية مهاجرة، مش بيختاروا المجالات الكتير التقنية أو الهندسية ان هم يخشوا فيها ويشتغلوا فيها، فمفيش عدد كافي يغطي النقص بتاع السوق، وبالتالي هم بيعتمدوا على الطلاب اللي جايين من خارج الاتحاد الاوروبي، وبيعتمدوا برضه على الناس اللي جايه بالتشانسنج كارت ان هي تسد العكس ده. عشان كده بقول لك ليك فرصه، وفي ناس كتير جدا الفتره اللي فاتت قدمت مهندسين واطباء كبطاقه فرصه وجم، فليه انت تقف؟ والمهن اللي انا هقولها لك اللي جايه مالهاش علاقه بالطب والهندسه وبرضه مطلوبه، فخليك لسه مكمل معايا. بس قبل ما تكمل انا عايز اقول لك ان في خدمه استشاره وخدمه بحث عن دراسه، بعمل لك زي خطه، وفي خدمة ان انا اقدم لك على الدراسة. الثلاثة موجودين معايا، اللي عايز يستفسر عنهم ويعرف معلومات اكتر اللينك بتاع الايميل بتاعي في الديسكربشن. ما تنساش بقى اللايك والشير والسبسكرايب. يلا بينا نكمل يلا. زي ما قلنا هي الدنيا مش هنا في ألمانيا دكاترة مهندسين، لا في أقسام تانية، في حرف وفي مهن يدوية، بقت برضو فيها من أكتر المجالات اللي فيها عجز ونقص في ألمانيا. مشاريع البنية التحتية اللي بتتم في ألمانيا بقت دلوقتي ضخمة شوية، بقت في مشاريع كتيرة وعايزة ناس كتير، من تجديد طرق، كباري، عاملين مساكن جديدة عشان يقدروا يستوعبوا الناس اللي موجودة في ألمانيا دلوقتي العدد، وأزمة السكن اللي دايما موجودة، وفوق كله نفس المشكلة، الشباب الألماني مش بيروح للتخصصات الحرفية، مش بيشتغل حرفي، فبالتالي بيعتمدوا على الناس اللي من بره ألمانيا، سواء الناس دي في الاتحاد الأوروبي أو موجودين بره الاتحاد الأوروبي. هتلاقي نجارين مطلوبين، شغل الخشب والديكورات، هتلاقي برضه سباكين مطلوبين، خصوصا مع مشروعات الطاقة والتدفئة، فني تبريد مثلا مطلوب جدا، هتلاقي الكهربائيين مطلوبين جدا في كمية مشروعات
مهوله في المانيا. هتلاقي برضو اي حاجه تخص البناء وعمال البناء مطلوبين جدا في المانيا. هتلاقي الميكانيكيين والفنيين اللي تبع الميكانيكا لو انت عملت فيها اوزبيلدونج اعرف ان شاء الله هتشتغل لو الالماني بتاعك كويس. دايما الاقسام دي مطلوبه، وحتى في منها بعض الاقسام اللي شفناها قبل كده في الحلقات اللي انا اتكلمت عليها. المهن دي ساعات الناس بتقول لا دي مهن صغيره انا ما اروحش عليها، انا ما اشتغلش فيها لان هي متعبه مهلكه. بس صدقني المهن دي فلوسها حلوه في المانيا. الناس بتعمل ساعات ارقام ممكن توصل مثلا مرتب مهندس او اكتر. والميزه ان المهن دي متاحه انك انت تيجي بيها كاوزبيلدونج تدريب مهني. يبقى بدل لما تيجي حرفي من الاول تيجي كاوزبيلدونج وتتدرب سنه واثنين وثلاثه، بعديها تخلص وتقدر انك تشتغل في نفس المكان اللي اتدربت فيه او في مكان تاني في شركه تانيه. ودوت بيبقى فرصتك في انك تلاقي مكان بعد الاوزبيلدونج في المجالات اللي قلتها ديت عاليه جدا. مضيعش الفرصه لو بتفكر وتخطط تيجي على حاجه منهم. القسم بقى المهم قوي اللي هو جديد شويه هو قسم النقل واللوجيستكس. تخيل كده لو الشاحنات والعربيات اللي هي بتتنقل من مصنع للتاني بدات ان هي ما تتحركش وتقف في المانيا بسبب ان مفيش ناس ومفيش سواقين. المخازن هتفضى، السوبر ماركت مش هيلاقي بضاعه، والمصانع مش هتلاقي خامات واحد يشتغل بيها. عشان كده مجال النقل واللوجيستكس بقى من اهم المجالات اللي موجوده فيها وظائف كتيره في المانيا ومحتاجه حد بس يجي. وهنا الحكومه الالمانيه ركزت على اكتر من وظيفه. سواق الشاحنات الكبيره ال فارا ده مطلوبين جدا في المانيا، والوظيفه دي مفتوحه لالاف الناس، محتاجين فيها ناس كتير جدا. سواقين المواصلات العامه سواء باصات او اطارات او مترو كل دول مطلوبين. اي حد شغال في اللوجيستكس واداره المخازن. المهنه ديت برضو حطوا عينهم عليها ان هي فيها نقص، وشركات كبيره زي DHL وامازون ويو بي اس والحاجات دي محتاجه كميه ناس جواها بالالاف وبعشرات الالاف كمان. المانيا كلها لوجيستكس عامه، كلها سبلاي تشين، محتاجه في كل حته ناس. واسمع مني انا، لو انت عملت سيرش بكوميونيتيرونج مثلا اللي هو الشخص بيعمل سكان جوه المصنع هتلاقي في وظائف بالمئات في كل مدينه. في المدن الكبيره ممكن تبقى بالالاف كمان. وتكنولوجيا النقل اللي هي اتطورت بقى دلوقتي في طيارات كمان بتوصل بدون طيار. فبقت الناس اللي شفنا الاوزبيلدونج في بعض الفيديوهات اللي فاتت لما قلت في اوزبيلدونج غريب في المانيا، الناس ديت اللي بتعمل تكنولوجيا سواقة درونز بدون طيار، بدون يعني ريموتلي بدون طيار. بقت الاوزبيلدونج دوت مطلوب في المانيا، وفعلا لو جيت عليه هتقدر انك انت تشتغل شغلانه حلوه جدا. وهو ده المستقبل. بقت دلوقتي بيرشوا المحاصيل بالدرونز، بقت دلوقتي بيعملوا كميه حاجات بالدرونز وبينقلوا حاجات من اماكن لاماكن. بقى في ابلكيشنز كتير ليها. فلو انت اتخصصت في حاجه زي كده شخص مطلوب جدا في المانيا. الحلو ان المهنه اللي انا قلتها برضو في اللوجيستكس والحاجات دي كلها مش مطلوب انك يبقى عندك تعليم جامعي. لو انت جيت انك تعمل اوزبيلدونج هنا يا سلام على الفرص انها تبقى بعد الاوزبيلدونج لو الالماني بتاعك كويس. من المهن بقى اللي هي ما شفناهاش قبل كده بس برضو يعني جت جديده معانا في القائمه السنه دي او ان هي هتبقى في السنه الجايه ظاهره قوي النقص فيها، هي الزراعه والطاقه المتجدده. هنلاقي ان في المانيا دلوقتي وقبل كده برضو في توجه ان يبقى الطاقه تبقى طاقه نظيفه، طاقه خضراء زي ما بيقولوا. يعني تقليل الاعتماد على الفحم والغاز والبنزين والكميه بقى الحاجات التانية اللي انتوا عارفينها، وبقى يعتمدوا ساعتها على مصادر متجدده زي الرياح وطاقه الشمس والهيدروجين الاخضر. والموضوع دوت خلى ان في نقص رهيب جدا في بعض المجالات. فنيين الطاقه الشمسيه مطلوبين في المانيا عشان يركبوا صيانه الالواح الشمسيه نفسها. فنيين طاقه الرياح اللي هم بيشتغلوا على طواحين الرياح لو في مشكله في الكهرباء بتاعتها او مشكله في الميكانيكا بتاعتها، خصوصا في الاماكن اللي جوه اللي في شمال المانيا مطلوبين قوي. مهندسين وفنيين الهيدروجين الاخضر ده مجال جديد وفي بروميسنج ان هو يبقى مجال حلو في المستقبل. الزراعه الحديثه اللي هي تشغيل المزارع بطرق ذكيه وميكنه حديثه، ممكن تلاقي جرار ماشي من غير سواق، ممكن تلاقي درونز بترش محاصيل زي ما قلنا برضو بتحكم آلي ريموت كله. وبرضو الجزء اللي فيه دايما يعني وظائف شاغره هو اداره البيئه واعاده التدوير الريسايكلينج. دي مطلوبه جدا في المانيا لما بيحاولوا هنا يحافظوا على البيئه اكتر حاجه. الميزه هنا ان الاقسام دي او المهن دي الحكومه الالمانيه بتدعمها بملايين اليوروهات كل سنه. وده مش معناه بس ان الوظائف موجوده، لا الوظائف دايما بتزيد كل سنه عن الثانيه. يعني اي حد عنده خبره في الحاجات اللي انا قلتها في القسم دوت يفكر مره واثنين وثلاثه ان هو يجي المانيا عشان فعلا فرصتك هنا موجوده وحلوه. وهنا يجي اللمسه الاخيره بقى. انت دلوقتي عشان تيجي المانيا كواحد بيشتغل من بره يجي على طول يشتغل في المانيا لازم يكون انت فولفيل الريكوايرمنتس بتاعت الوظيفه. ولكن انت عشان
عشان تحصل على الاقل دخولك لالمانيا تقدر انك تيجي المانيا، تيجي اما على دراسه تكمل الدراسه بتاعتك، لو انت عملت بكالوريوس تيجي تعمل ماجستير، لو انت خلصت ثانويه عامه تيجي تعمل بكالوريوس. ده هيخليك تخش سوق العمل الالماني من اوسع ابوابه، وخصوصا الناس اللي بتفكر كمان في الاوزبيلدونج التدريب المهني. زمان كان ممكن الاوزبيلدونج ده تدريب مهني يا عم، ده حاجه عبيطه مش لذيذه، 3 سنين واطلع في الاخر مثلا فني. ولا على فكره بقى ليهم وضعهم دلوقتي، والناس دي بتكسب فلوس ممكن انت كمهندس ما تعرفش تعملها. فبالتالي المشكله مش كمان في الفلوس، المشكله كمان في الاحترام الوظيفي نفسه. ان في المانيا في ضمان لحقوقك الوظيفيه، يعني سواء انت مهندس او عامل كل واحد فاهم حقوقه وواجباته، التاسكس بتاعت الشغلانه وايه، واحترام الشغل نفسه جوه بيئه العمل. في نفس الوقت بتتلقى انت الاحترام من الشركه اللي بتشتغل فيها. كل دوت هتفهمه لما تيجي المانيا، سواء انت بتشتغل كمهندس او عامل مفيش فرق، كل واحد. لدرجه ان المرتبات فروقاتها مش كبيره، ممكن تلاقي مهندس بيقبض 3000 يورو في الشهر واللي تحته مثلا عامل بيقدر 2700، فرقتش كتير. انا بتكلم بعد الخصومات. ولما بتيجي تدرس كمان في البكالوريوس والماجستير وتخلصهم يبقى معاك شهاده علميه من المانيا، بتفرق كتير في سوق العمل. لما تيجي تقدم على الشركات بعد كده معاك الماني كويس ومعاك كمان شهاده من جامعه المانيه، يبقى انت كده يعتبر ايه، اديت سببين قويين ان الشركه اللي قدامك تقبلك، حتى تعمل معاك انترفيو وتشوفك وتقيم مستواك، سواء مستواك التكنيكال الفني او مستواك اللغه بتاعتك عامله ازاي. وفي الحاله ديت هيبقى فرصتك انك تلاقي شغل بعد الدراسه وحتى قبل ما تخلص دراسه قويه. فخلينا نتفق ان الفيديو ده مهم عشان تفهم انت المهن المطلوبه، وفي مهن كتيره غير اللي انا قلتها برضه مطلوبه، واحاول اسيب لكم اللينك بتاع القائمه بتاعت 2026 المهن المطلوبه فيها موجوده في الديسكربشن تحت. فركز يا صديقي في الكلام اللي بقوله، وركز في التفاصيل اللي بقولها لانها مهمه لمستقبلك. تابع معايا وعلى القناه دايما التحديثات اللي بتقولها الحكومه الالمانيه، وانا الفتره الجايه هنزل لكم مواضيع كتير مهمه اول باول. مش هستنى عليكم وقت طويل، على طول اللي يجي قدامي موضوع مهم هعمله وانزله لكم على طول. ودايما كده شجعني يا صديقي باللايك والشير والسبسكرايب، وافهم الدنيا ماشيه ازاي عشان تعرف بعد كده تخطط لمستقبلك صح. كل التوفيق ونجاح للجميع. سلام، اجمد ناس في الدنيا، مع الف سلامه.